السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية معجنات كده كلها بعجينة واحدة. هتعجبكم قوي، وهنضيف فيها اضافة حلوة جدا هتخلي ريحتها وطعمها في حتة تانية. شايفين ما شاء الله لونها احمر من فوق ومن تحت وحاجة كده يعني ما شاء الله. والطراوة بقى بتاعتها والسوا ما شاء الله، شايفين منفوخة وهايشة ازاي ما شاء الله، حلوة قوي. طبعا كل الاشكال دي، الشريك، القرص، الضفاير، كله هيبقى من عجينة واحدة. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنقول بقى احنا هنحط ايه. هنعمل 2 كيلو من الدقيق. ال2 كيلو من الدقيق هنضيف عليهم الاضافات الجافة الاول ونقلبهم في بعض. عبارة عن ايه الاضافات الجافة؟ اول حاجة هحط 1.25 كوباية من السكر على العجينة، 1.25 كوباية من السكر. بعد كده هضيف بقى كمان الخميرة. هحط انا بحط باكت واحد على 2 كيلو لان الجو حر زي ما انا قلت لكم. وهكمل بباكت من البيكنج باودر. انا مش عايزاها تخمر مني وانا بشتغل فيها، عايزاها يعني احافظ عليها عشان ما تاخدش خمر زيادة. واحط بقى رشة الملح بتاعتي حوالي يعني نص معلقة كبيرة كده من الملح، واقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها. وهضيف بقى الشمر اللي انا قلت لكم عليه. يعني انا جبت كده ب5 جنيه شمر وحطيته. طبعا لو كتير عليكي ما تحطيهوش كله. احنا بنحب الشمر في العجينة، في ناس ما بتحبهوش، بس هو بصراحة بيدي طعم حلو للعجينة واحنا بنحبه يعني. لو حسيتي ان هو كتير عليكي ضيفي معلقتين، ضيفي. عايزة تشيلي الاضافة دي خالص شيليها. بس طبعا الاعشاب مفيدة جدا وادينا بنستفيد فيها في العجين وايه والحاجات اللي زي دي. بعد كده بقى هنضيف السوائل اللي هي عبارة عن ايه؟ 3 كوبايات من السمنة. ال2 كيلو دقيق هحط عليهم 3 كوبايات من السمنة، او 2 سمنة وواحدة زيت. تمام كده. عشان لونها يبقى احمر وحلو كده انا بحط 2 سمنة وواحد زيت، يعني الكوباية التالتة دي انا عملتها زيت. تمام كده اهي. بعد كده بقى طبعا هضيف هقلب كله كده مع بعضه، وهضيف بقى حاجة كده هتخليها جميلة جدا، وهي ايه؟ القشطة. هحط عليها عندي قشطة. بشيل وش اللبن كده بعينه في الفريزر، بستعمله في المعجنات، في الرز بلبن، في العاشورة، بستعمله في البشاميل، في اي حاجة محتاجة فيها وش اللبن بستعملها. وساعات بعمل منه السمنة البلدي، ده اساسي طبعا. طبعا لقيت الطبق اللي بعجن فيه ضيق، فوسعت بقى كده، جبت طبق اوسع. وبعد ما بسيت العجين بالسمنة كده هبدأ بقى انزله، احطه في الطبق الواسع، وببدأ تاني اضيف بقية الاضافات اللي هي بقى الحليب. هحط كيلو من الحليب، وهحط بقى القشطة اللي بقول لكم عليها. طبعا بقى بعد ما ضفت الحليب لو عندك رايب، لبن رايب تقدري تستعمليه، بس انا ما كانش عندي فاستعملت لبن من الحليب. اضيف بقى القشطه اللي بقول لكم عليها دي، بتدي طراوه للقرصه كده وبتخليها جميله جدا وريحتها حلوه قوي. طبعا انا هعجن باللبن، اذا احتاج مني كوبايه من الميه او حاجه هضيفها، ما احتاجش خلاص. هقلب كده كله وابدا الف العجين في بعضه واعجنه واخدم العجين كويس. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش دعمكم لقناتي، واشتركوا معايا في القناة، وفعلوا طبعا زر الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد انا بقدمه. طبعا انتوا اسرتي التانية، وبيكم انا دايما مستمرة. طبعا هسيب العجينة بقى تخمر، وبعد ما تخمر كده نص ساعة هبدأ بقى اخدها واشكلها.
شايفين العجينة هي كده حلوة قوي. انا مش عايزاها اعلى من كده علشان انا لسه هخمرها تاني على ما اخلص تشكيلها، هتكون خمرت مني تاني. هعملها بقى كده زي ما انتم شايفين. الشكل ده قد حجم الليمونة كده، على حسب الحجم اللي تفضليه يعني. وده شكل من الاشكال. وكمان هعمل قدامكم الضفاير والشريك او المنجقونة زي ما اخواتنا البورسعيدية بيقولوا. كله من عجينة واحدة يا جماعة. وعملنا تشكيلة من المعجنات حلوة جدا، وبتقعد فترة معاكي في الفريزر. بتطلعيها وقت ما تكوني محتاجة تاكلي حاجة خفيفة مع كوباية شاي بلبن او شاي او نسكافيه. وهنبدأ بقى نشكل اهو. هنعمل اللي هو الشكل الشريك زي ما انتوا شايفين كده. باكتر من طريقة بعمل شكل الشريك، دي طريقة من الطرق. هلفها كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى اجيب السكينة وهقطعها نصين. شايفين هتديني 2، يبقى انا كده عملت 2 في وقت واحد. وصلتكم الفكرة دي؟ دي كده طريقة من الطرق اللي بعمل بيها الشريك. اعمل بقى هعمل شوية من الشريك وشوية من الضفاير وشوية من القرص. تمام. بعد كده هحاول ان انا ابطط بقى العجينة بتاعتي كده شوية. طبعا انت تقدري تعملي اشكال كتيرة وتقدري تحشيها كمان. ممكن تشيلي كمان الشمر وتعمليها سادة وتحشيها عجوة او ملبن، او تعملي عليها سكر من فوق، ترشي عليها سكر. يعني تقدري تعملي اكتر من حاجة في العجينة دي. عجينة واحدة بنعمل منها كذا شكل من المعجنات، وبتطلع كلها ما شاء الله حلوة جدا، وولادنا بيحبوها. ده الشكل التاني من الشريك، ان احنا بنبرم كده العجينة ونبدأ نلفها كده، ونجيب الطرف تحت العجينة كده ونحطها. بس الشكل التاني بيطلع متساوي اكتر. يبقى كده ده طريقة ودي طريقة. هنعمل بقى الضفاير. انا برضو عملت كده الضفيرة، برمتها كده وخليتها زي طويلة كده، وعملت تانيتها 2، وبعد كده حطيت واحدة في النص. وابدأ بقى اضفرها زي اكني بضفر شعر بنوتي بالظبط اهو. ضفيرة عادية جدا ب3 وحدات، وابدأ احطها. وبكده يعني انتي عملتي كذا شكل لولادك وفرحتيهم. صدقيني حلوة جدا وخفيفة ومغذية وحاجة سريعة، يعني فطر سريع، عشاء سريع. بيخليكي تنجزي على طول، وعلى ما تعملي اكلك او غداكي او كده بتبقى زي تصبيرة. وتنفع كمان للرحلات، للمدارس، لحاجات كتير. بعد ما خلصت بقى بجيب اول صاج واحط عليه بقى على وشه كده حليب كده بالفرشة على الوش بتاعه. انا مش هضيف طبعا ولا سمسم ولا حبة البركة، لان الشمر مزينها، او كفاية الشمر فيها، يعني هي مش محتاجة اي حاجة تانية. تمام كده. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة متوسطة، يعني عالية سنة في الأول، بعد كده بهديها علشان تستوي كويس من جوه. طلعت بقى ما شاء الله، يعني كمان كده كانت لسه طالعة وسخنة، وطالعة حلوة وهشة وجميلة، ولونها يعني مقلية زي المقلية بالظبط، من فوق ومن تحت لونها أحمر وجميل. هقطعها لكم بقى وتشوفوها قد ايه هشة من جوه وخفيفة وجميلة جدا، وسواها 10/10. طبعا يعني كده انت عملتي اكتر من شكل لولادك، وانجزتي في فترة وجيزة جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد. واستودعكم الله يا احلى واغلى متابعين. وما تنسوش دعمكم لقناتي، حطوا اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو وبيخليه يتشاف. وطبعا ما تنسوش الكومنت المحفز. والسلام عليكم ورحمة